عندما تستيقظ ادعو الله 4 دعوات. يا رب إني توكلت عليك، يا رب أحتسب يومي هذا لوجهك الكريم، فتقبله مني ويسره لي وبارك لي فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني استودعتك نفسي وأهلي وذريتي وأحبتي، فاحفظهم حفظا يليق بعظمتك يا الله. من ترك المشي تركته العافية. لماذا نمشي؟ الجواب: نمشي لكي نخفف من التوتر والضغوط النفسية، نمشي لكي نخفف من أوزاننا، نمشي لكي نعالج مرض السكري والكوليسترول، نمشي كي ننشط وظائف الكلى والكبد والعين، نمشي كي ننشط من عمل القلب ونخفف من صلابة الشرايين، نمشي كي نخفف من أعراض القولون واضطرابات الجهاز الهضمي، نمشي كي ننشط جهازنا المناعي، نمشي كي ننشط عضلاتنا وعظامنا ونقوي صحتنا. إن كل سبب سبق ذكره يمثل هدفا جبارا من أهداف المشي، والحقيقة التي لا يجادل فيها الأطباء والمجربون تقول بأن كل هذه الأمراض دواؤها المشي. يقول الأطباء: ليس هنالك مرض عضوي أو نفسي إلا وللمشي دور في علاجه، ولو أن دواء خرج إلى السوق له فوائد تماثل فوائد المشي لصرفه الأطباء في كل وصفة طبية ولاشتراه المرضى بأغلى الأثمان. لكن المفارقة أن المشي دواء فعال ومجاني، والمرضى يترددون في تناوله. كلمة أعجبتني من دكتور يقول: لو أنشئ مضمارا للمشي حول كل مستشفى ومشى الناس حوله لما دخل المستشفى نصف من هم فيه الآن، ولا خرج من المستشفى نصف من فيه. لقد خلقنا مشائين لكنهم أقعدونا على الأرائك، فلما اجتاحتنا الأمراض لم يعيدونا للمشي بل حملونا لنرقد على الأسرة البيضاء. ننتظر نهايتنا. اهتم أنت أم وتحسين بالذنب كل ما جلستي لحالك لازم تسمعين هالكلام. غالبية الأمهات ما يمنعها أنها تاخذ بريك من ضغط الأمومة إلا شعورها بالذنب، إحساسها المستمر بالتقصير تجاه أولادها. تشعر أن كل دقيقة بعيدة عن الأولاد هي تقصير وأمومة ناقصة. خليني أشرحها لك بطريقة بسيطة وواقعية. أولا، غيري الفكرة الأساسية، هو أنك ما تاخذين وقت من أطفالك، بالعكس أنت قاعدة تاخذين وقت لأجلهم. أم المرهقة تعطي بطاقة أقل وصبر أنفذ، مزاج حاد وثقيل، لكن الأم المعتادة على الوقت الخاص لها ترجع أهدى وألطف بكثير وأكثر قدرة على الاحتواء. عنايتك بنفسك وقتك الخاص صدقيني مو رفاهية بقدر ما هو صيانة نفسية لك، بس وقتك لنفسك لازم تفهمين أنه ما يكون كبير جدا، لا إفراط ولا تفريط. الأم اللي دائما تحس بتأنيب الضمير لما تتخيل طلعة لوقت طويل فضها. اليوم بسطتها عليك جدا، من 10 دقائق إلى 30 دقيقة يوميا لوحدك كافية جدا لتغيير مزاجك. قهوة بهدوء في مكان خارج المنزل إذا استطعتي، قراءة، زيارة أحد تحبينه، أهم شيء يكون هالوقت بمفردك. استقطاعك لهذا الوقت بطريقة يومية يخفف من الضغط الكامن فيك. ولازم تتبعين قاعدة الأم الممتلئة وتفهمينها كثير عشان ما تقعين ضحيتها. الأم مثل كاس الماء بالضبط، تروي عطش الآخرين باستمرار بطريقة شبه يومية حتى يفرغ. أنت لو استمريتي بهذه الطريقة ستفرغين تماما وتنفذ طاقتك. أخيرا، وقتك لنفسك هو إعادة تعبئة